السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض النوجة الاقتصادية جدا. النوجة دي ما فيهاش عسل جلوكوز ولا بيض ولا أي حاجة. يلا بينا نشوف المقادير. حطيت هنا 3 كوبايات سكر، حابة تقسمي المقدار براحتك خالص، وحطيت عليه كوباية إلا ربع مية. هقلبهم كده على البارد قبل ما احطهم على النار خالص يعني. احاول ادوب السكر، يا ريت المية تكون دافية عشان السكر يدوب معايا بسرعة، ويا ريت السكر يكون حبيباته بيضة علشان برضو يبقى النوجة بتاعتنا بيضة. وكمان هحط هنا حوالي نص معلقة صغيرة ملح ليمون. تمام كده. هحط برضو على مقدار السكر والمية. بس كده مقادير سهلة جدا. لو مش حابة تحطي ملح ليمون ممكن تحطي عصرة نص ليمونة على المقدار دوت. وهقلبهم كده قبل ما احطهم على النار علشان اساعد يعني في عملية ذوبان السكر. وهنا على جنب هجيب معلقتين جيلاتين، هدوبهم في 3 معالق مية كبار برضو. تلات معالق. هقلبهم كده واخليهم ايه يدوبوا على ما ايه احضر خليط النوجة بتاعي على النار، العسل اللي هنعمل منه النوجة يعني على النار. تمام كده. خلاص هركنهم بقى واروح اشوف العسل. ولعت على العسل بتاعي، مش هقلب ولا اجي جنبه خالص لحد لما السكر يدوب عشان ما يسكرش مني. تمام كده. مش هقلب بقى خالص غير لما ايه السكر يدوب، ابتدي اقلب ايه العسل على النار. وبعد ما يغلي هستناه كده حوالي 10 دقايق. وبين كل فترة والتانية ايه هختبر العسل بتاعي دوت واشوفه كده وصل للكرة الصلبة ولا لا. اجيب كوباية مية واحط فيها شوية واختبر ايه مقدار العسل بتاعي، اشوفه كده قرب ولا لسه. هنا جربته لقيت شبه دابت كده في المية، فلسه عرفت ان لسه بدري على الموضوع ده. شايفين ايه الكرة طلعت، بس الكرة ايه طلعت باشت خالص في المية. فيبقى لسه كمان هخليه كمان دقيقتين برضو واشوف تاني عشان اعرف اوصل لانهي درجة، لان انا ما عنديش ترمومتر عشان اعرف استوى ولا لا. وصل المرحلة المطلوبة. بصوا كده اهي كورة وصلبة خلاص كده. تمام بقى كده. لحظات بقى وايه وهضيف عليه الجيلاتين. ادي الجيلاتين بتاعي اللي انا كنت ايه مبوشاه او مليناه في 3 معالق مية كبار. طبعا انا طفيت النار وهقلب بقى ايه الجيلاتين مع العسل اللي عملته. ولازم تكوني عاملاه في حاجة واسعة علشان ايه ما يفرش منك او يطفح على عين البوتاجاز لا قدر الله. ما يكونش فيه طبعا اي اطفال جنبك، وتخلي بالك وانتي بتعملي المرحلة دي خالص. هنزله كده بقى من على النار وهحطه في العجانة بتاعتي او في تحت المضرب. بس طبعا لازم تكون السلطانية غويطة زي كده عشان لا قدر الله المضرب ايه ما يطرطش عليكي، لانه بيكون طبعا سخن جدا. تمام كده. طبعا نبتدي نضرب بقى لحد لما يتماسك معانا خالص ولونه يفتح ويبيض. حابة تحطي على فكرة فانيليا بودر حطي، ما تحاوليش تحطي فانيليا اللي هي السايلة عشان بتكون لونها غامق. حابة تحطي اي نكهة تانية براحتك حطي، انا بصراحة ما حطيتش. تمام. هبدأ اضرب زي كده واشوف وصل بقى للمرحلة المطلوبة ولا لأ. المرحلة المطلوبة اللي هي المارينج ده يبقى ماسك نفسه كده وما يبقاش سايل كده، لا سايل زي ما انتم شايفين كده وبينزل، لا لسه كمان هشغل شوية كمان لحد ما يبقى ارفع كده الاقيه متماسك. كل شوية كده دقيقتين 3 كده بجرب، هوقف المكنة واشوف
شوف كده كمان لسه شوية اهو، بصوا كده ثابت ازاي، كده تمام. خدوا بالكم بقى الصينية دي لازم تحضروها من قبل خالص، يعني الصينية تحضروها قبل ما تبتدوا، قبل ما تحطوا حتى العسل على النار. انا حضرت الصينية على ما يعني خلصت ضربه وحضرت الصينية، فالخليط مسك مني زي ما انتم شايفين كده، كان صعب جدا ان انا اطلعه من السلطانية بتاعة الخلاط يعني. فانت تحضري الصينية دي في الاول خالص وتحطي فيها ستريس شراب او كيس بلاستيك وتدهنيه زيت، يا اما تدهنيه ترشيه بالنشا زي ما انا عملت، وبعد كده فضيها واسويها، وعندك بقى مكسرات تحطيها كده على الوش، واحطها في التلاجة حوالي ساعة، واحاول اقطعها. وهي طلعت طبعا جامدة جدا لسه طالعة من الفريزر، فلازم بقى تستخدمي ايه عضلاتك وانتي بتقطعي النوجة زي كده. بس بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة اقتصادية وموجودة في كل بيت. حابة تحطي كمان مكسرات موجودة عندك حطي، مش حابة او ما عندكيش ما تحطيش، مش مشكلة خالص. كده كده طعمها حلو برضو، كده كده هنفرح الولاد بأقل الإمكانيات إن شاء الله. أنا بقى قعدت أقطع بقى إيه، يعني بصراحة تعبتني في التقطيع جامد لأنها جمدت لما دخلت الإيه الفريزر. بس إيه بعد شوية يعني بتطرى وتبقى كويسة، بس عشان أول ما طلعت كانت جامدة، فتستخدمي بقى عضلاتك وانتي إيه بتقطعي فيها. تقطعي بقى بالحجم اللي انتي عايزاه حسب أفراد الأسرة يعني اللي عندك وكده. وحابة بقى تضاعفي الكمية براحتك، حابة كمان تعملي النص براحتك. بس انا قلت اقول لكم على الطريقه دي، عجبتني جدا، ما فيهاش طبعا بيض ولا عسل جلوكوز، من السكر والميه بس، وكمان الجيلاتين. بصوا كده ما شاء الله بقى الجمال، بصوا يعني جميله وسهله، تفرح الولاد كده وهم قاعدين بيذاكروا، حاجه كده يعني تديهم طاقه في الساعه دي، بدل ما تشتري يعني حاجه مش عارفاها. مضمونه اهي ونضيفه ومعموله في البيت. بصوا جميله ازاي، النوجه الاصليه بتاع زمان بالظبط. بتمنى تعجبكم يا ربي الفيديو، لو عجبكم ما تنسونيش بقى في التعليق ودعوة حلوة منكم، وتعملوا اللايك عشان بيعلي الفيديو، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.